أهلا بيكم في جولة جديدة هتنضم لجولاتنا وخروجاتنا في الإسكندرية، وهنروح مكان فيه أهم معلم من معالم المدينة. مكان هتلاقوا فيه كتب ومتاحف ومعارض وآثار وحاجات تانية كتير. كل ده في عروسة البحر المتوسط مدينة الإسكندرية. فتعالى أقول لكم على مكانها وإزاي أنا رحت. أنا نزلت رمسيس وركبت من هناك لموقف اسكندرية، وأول ما وصلت موقف اسكندرية ركبت لمحطة الرمل، وأول ما نزلت ركبت لمكتبة الإسكندرية. بس عموما لما بنسمع كلمة مكتبة بنتخيل تلقائي إنه مكان فيه كتب مرصوصة، لكن المرة دي جولتنا في أول مكتبة حكومية عامة، ودي الساحة الداخلية للمكتبة، وده تمثال للإسكندر الأكبر مؤسس المدينة اللي احنا فيها دلوقتي. وأول ما تعدوا من بوابة الأمن هتلاقوا دور يطلعكوا على فوق. الدور ده فيه مكتبتين، مكتبة النشء ومكتبة الطفل. هنتفرج دلوقتي على بعض اللوحات المكتوبة بعدد من الخطوط العربية في معرض الخط العربي، واللي بتعبر عن لغة الضاد. من الحاجات الجميلة اللي هتشوفوها هو معرض كده فيه فازات وتماثيل ولوحات فنية، وجزء من المكان هتلاقوا فيه معلومات، واللي صمموا الحاجات دي هم فنانين على مر العصور. كمان بتحتوي مكتبة الإسكندرية على 6 متاحف: متحف الآثار، متحف المخطوطات والأوعية النادرة والميكروفيلم والعرض المتحفي وتاريخ العلوم. لما تيجي تشوفي مكتبة الإسكندرية وتشوفي شكلها من بره ما كنتش أتخيل أبدا إن دي تكون مساحتها الداخلية من جوه. ده كمان جزء بسيط جدا من المكتبة كلها. لسه هنشوف دلوقتي مع بعض أماكن تانية كتير، بس الحقيقة إن المكتبة أبهرتني. ما كنتش أتوقع أبدا إن كل دي مساحة المكتبة بس. دايما كان بيجي ببالي مكتبة يعني مكان فيه كتب، لكن بصراحة ما كنتش أتوقع كم الحاجات الموجودة في المكتبة دي. كمان موجود فيها شوية رسائل للملوك، وموجود متاحف تانية زي الفن المعاصر ومتحف السادات ومتحف اللوحات ومتحف المخطوطات. عايزة أقول لكم كمان إن في مخطوطات مكتوبة بخط الإيد لعلماء غيروا التاريخ. كمان في متحف آثار فرعونية يونانية إسلامية، هتلاقوا مجموعة كبيرة من الصور كمان لمدينة الإسكندرية، ودي لوحات فنية بتوضح فيها محاولات رسم الوجه البشري. فيلا نتكلم أكتر عن واحدة من أقدم وأشهر وأكبر المكتبات في التاريخ كله. والمكتبة بتتكون من 11 دور، منهم 4 أدوار تحت الأرض. كمان عايزة أقول لكم إن سعر تذكرة الدخول 5 جنيه للطلاب المصريين. المكتبة بتحتوي على مجموعة ضخمة من الكتب تقدر بحوالي 2 مليون كتاب. يعتبر مكتبة الإسكندرية رابع أكبر مكتبة فرنكوفونية في العالم. مساحتها 20,000 متر مربع، والتصميم بتاعها الحقيقة ياخد 10 من 10. السقف كمان زجاجي عشان تحسوا فراغ أكتر في المكتبة. فيها صالة كبيرة جدا للقراءة، يعني كمان متاح فيها الكتب تقدروا تاخدوها وتقعدوا تقرأوا براحتكم، تجيبوا الكتب معاكم وتذاكروا براحتكم خالص. كمان فيها أجهزة كمبيوتر متوصلة بالنت، بتجددوا تقريبا النت بعد كل ساعة. كمان في كنبة على شكل كتاب جميلة جدا، تقريبا محدش راح مكتبة الإسكندرية وما تصورش عليها، وتصميمها مميز جدا ومناسب للمكان. وانتوا نازلين بقى على سلم المكتبة هتلاقوا تماثيل لأعظم الشخصيات المصرية من الأدباء زي طه حسين وتوفيق الحكيم، وزي الشعراء زي حافظ إبراهيم وأحمد شوقي. ودي مخطوطات مكتوبة بخط الإيد من العلماء. ده بقى المحمل الشريف، وده كان بيتحط على جبل وبيخرج من مصر كل سنة، موجود عليه كسوة الكعب. فضل المحمل ده يخرج من مصر في عهد شجرة الدر والمماليك لحد منتصف الخمسينات من القرن العشرين. شكل سقف المكتبة كان رائع، وحاولت أبين المكان على قد ما أقدر. كمان تقدروا تقرأوا الكتب اللي انتوا عايزينها، وفي كتب كمان هناك نادرة، أو تستخدموا الكمبيوتر والإنترنت. كمان لو وراكوا شغل أو مذاكرة أو أي حاجة تقدروا تنجزوها هناك. وتمشيت شوية كده وسط الرفوف المليانة بكنوز المعرفة، والكتب هناك تقريبا فيها كل المجالات، شيء مرتب ومنظم جدا. في كل مكان في المكتبة هتلاقوا معلومة، وعلى كل حيطة فيها معرفة. وبس كده، ده في فيديو النهاردة. يا رب تكونوا استمتعتوا واستفدتوا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يجيلكم إشعار لما نزل فيديو جديد. باي.